قافلة التصدير تحط الرحال بمدينة طنجة كمحطة أخيرة في سلسلة الملتقيات الجهوية للتصدير التي جابت مختلف جهات المملكة. ملتقيات تهدف إلى التعرف على المؤهلات الإنتاجية لجهة طنجة تطوان وموقعها الاستراتيجي الذي يجعلها قطبا استثماريا مهما بالمملكة. وملتقى التصدير فرصة للتفاعل مع مختلف المكونات الاقتصادية بالجهة لتبادل الأفكار حول العرض التصديري للرفع من قيمته وتطوير آليته لتحقيق مناعة أكبر للمقاولة المصدرة لمواجهة تحديات المنافسة والعولمة. نحط الرحال اليوم بهذه الجهة العزيزة وخاصة بمدينة طنجة في إطار المحطة الأخيرة من الملتقيات الجهوية للتصدير التي تنظم من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها بالإضافة إلى الشركاء اللي هم الجمعية المغربية للمصدرين، الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف التجارة والصناعة. هذه الملتقيات تندرج في إطار المجهودات التي تقوم بها الوزارة ومن خلالها الحكومة تمشيا مع التوجيهات الملكية السامية فيما يخص دعم وتكريس سياسة القرب والانفتاح على والتقرب من الفاعلين الاقتصاديين. إذن محطة أخيرة نتوخى من خلالها إعداد تصور تصديري على مستوى كل جهة. الإنصات إلى مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والمحلي والرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد الدولي من خلال تحسين صادراتها وتنويع مردوديتها أهداف من بين أخرى تروم الملتقيات الجهوية للتصدير تحقيقها على أكثر من صعيد. الأهداف المسطرة هي التعرف على القدرات الإنتاجية والتصديرية لكل جهة، التعرف على المقاولات المصدرة واللي عندها مؤهلات تصديرية على مستوى كل جهة، كذلك التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين للاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم وإلى اقتراحاتهم، وكذلك الاستماع إلى مقاربتهم لكل العوائق وكل القضايا التي تحول أو تقف ضد التصدير. هي مناسبة كذلك للتعريف بالأوراش اللي كتسهر عليها الوزارة وكذلك البرامج الوزارة والمؤسسات التابعة لها. هي مناسبة كذلك لتحسيس الفاعلين الاقتصاديين من أجل الانخراط في هذه البرامج. هذه المحطة تستهدف كذلك تعزيز العرض التصديري الجهوي وحث الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية بالجهة في مجال التطور الدولي والخروج بتصورات من أجل بلورة استراتيجية ناجحة في مجال التصدير تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهوية.